صباح الفل وصباح الورد وصباح السعادة وصباح الرضا. دلوقتي ديت البسارية اللي كنت جبتها معاكم، وقلنا ايه هناخد منها شوية بس صغيرين للتخليل. طبعا لما غسلتها وسبتها تصفى كويس، لازم ميبقاش فيها مية نهائي زي ما انتم شايفين كده. صفت كل المية اللي فيها، وتخليلها هيبقى طريقة سهلة وبسيطة قوي، وهي يعني اسبوع بالظبط وهتلاقيها متخللة وجاهزة للاكل. هناخد البسارية، هنجيب الاول علبة وهنحط فيها كيس بالمنظر ده كده. لبسنا الكيس جوه العلبة عشان خاطر ما يبقاش فيه ريحه والكلام دوت، ونقفل عليها كويس ونفضيها هنا بالمنظر ده. ودي اسهل طريقه لتخليل البسارية. هنجيب معلقه ملح وشطه، والشطه دي حسب الرغبه، يعني اللي بيحب الشطه كتير قليله حسب الرغبه. وتركايه بقى دي من عندي، محدش بيعملها، شويه كركم، شويه صغيرين، شويه خل، شويه زيت. هنقلب الكلام ده كله ببعضه بالمنظر ده. بالمنظر ده كده عشان الملح والشطه والزيت يدخلوا في بعض. ممكن تقلبيها بره وبعدين تعبيها، بس بما ان هم شويه صغيرين فما كانوش مستاهلين يعني ان انا اقلب بره وارجع احطهم تاني. اهي واحده واحده كده من تحت لفوق بس كده. هزود لها كمان شويه زيت، كمان شويه زيت بس كده بالمنظر ده اهو. وهنقفل عليها ونفتح عليها بعد اسبوع ونشوف عامله ايه. هنقفل الكيس كده كويس عليها اهو، ونخرج الهواء منه اهو بالمنظر ده كده. تعالوا بقى غطي العلبه كمان، وادي غطا العلبه، وهنسيبها على الرخامه هنا مده اسبوع. النهارده الاثنين ان شاء الله، يوم الاحد او يوم الاثنين الجاي هنفتح عليها ونشوفها مع بعض. بصوا البسارية اللي احنا عملناها مع بعض يوم الاثنين اللي فات، النهارده الاثنين، مش صابرين حتى اما انا افتح. ايمن بيفتحوا ويطلع عشان ندوق كده ونشوف، عشان ندوق. ده هم اساسا كل يوم بيزنوا عشان ياكلوها. دوق بقى وقول لنا رايك فيها، عشان الحاجات دي ماليش فيها اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق كده. نجيبك بقى وانت بتدوق. ماشي. نحطها في حته لقمه كده عشان ايه. حلوه يعني. بتاكل حاجه بقى. يعني تاكل من غير عيش والله. بألف هنا. تبقى زي السوداني كده او اللب. بيتعاملوا معاها كأنها تسالي. جميله والله. بألف هنا. لك يا ام جمال. الله يخليك. عقبال دكر البط. ماشي. باي. باي. وبكده نكون عملنا مع بعض طريقة تخليل البسارية، واشوفكم في فيديو جديد وبألف هنا وشفا. مع السلامة.